السادة في يوم درمان القوات المسلحة اتحركت، لكن طبعا لازم القحات يكونوا حاضرين في الموقف. الليلة الجيش اتفكى وأم درمان المهندسين محاصرة، واحنا بنقول للجيش يا جيش حصل. قام الجيش هذول يتحرك، نزلوا في الشارع وبدوا بدوا يتحركوا يعني. فقام الجيش عمل شنو؟ تفضل. الدعم السريع عمل شنو؟ احنا طبعا بناخد المعلومات دي من الجهات موثوقة. الدعم السريع طبعا موثوق بالنسبة لي. ايوه، ناشطين الدعم السريع تحديدا. بعد تعب الليل الجيش اتحرك، طوالي الدعم السريع ناشطين وقاموا اتحركوا. في شنو يا اخوان؟ جيشنا شغال كويس. الدعامي محمد خليفة قالوا مسيطر على معاه الصعاليق والرخاص بتاعنا الاحزاب قاعدين في الكلاب هاوس. انا داخل لكم الكلاب هاوس يوم واحد وحاجة اجاوب على الاسئله باعتباري انا كبير البلابس ناس بس. الليله قال لك منذ الصباح محمد خليفه بتاع حزب البحث البعاسي الدعامي المندس اللي كان عامل لنا فيها في نص السوار مشي سجنهم كلهم، طالع يقول لنا انا الناطق الرسمي باسم غاضبون. ما هو ده كلام سري، احنا ما قدرنا نوري الناطق الرسمي حقه عشان ما يسجنوا. يا عمر اسمع، الحمار ده قال شنو؟ قال منذ الصباح وحتى الآن 22 غزيفة فوق رؤوسنا بجنوب أم درمان، التدوين من سلاح المهندسين نحو مواقع وارتكازات ميليشيا الدعم السريع، ولكن بعض القذائف سقطت فوق منازل المواطنين في مربع 15 و19 ومربع 21 وفي البنك العقاري، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى لهم الرحمة والمغفرة، ولك الله يا شعبي، لك الله يا شعبي. بعدين نقول للجيش ده يا أخي من امبارح المواطنين طلعوهم من بيوتهم. يا جيش انزل حصل المواطنين. الليله الجيش قام يشتغل. محمد خليفه، خليفه الله نسميه كده، هذول راقد في بيتهم في جنوب ام درمان. كتب لنا 1 2 3 4 5 6 5 سطور. دي الا يكون هو اله في التوقيت واحد. قال شنو؟ قال منذ الصباح حدد الوقت. اول حاجه اول غزيفه طلعت من الصباح، الرغائد العام للقوات المسلحه ما حاسبت. ده قال لك التوقيت، قال لك منذ الصباح. ده اله محمد خليفه الله عديد. يا سيد قال لك اول حاجه اختار التوقيت. ده شغل بتاع كهنه كبار. السؤال انت قاعد وين؟ قال انا قاعد في جنوب ام درمان. قال منذ الصباح، منذ الصباح حدد التوقيت. تفضل. قال وحتى الان 22 غزيفه. بوم حسبها، دل حسبها، بوم حسبها، تاخ حسبها، حسب ال 22 حددين حدد نوعي. الليله احنا سالنا الناس في ام درمان في شنو؟ والله الصواريخ، دوشكات، رصاص، انتينوف، كله شغال، طيران. لا لا محمد خليفه ما اله حدد. هو قاعد في سريره بيقدر يحدد من الصوت. يا سبحان يا برهان الزول ده احنا لازم نخطه بدل المتحف ده ثروه قوميه. محمد خليفه الله البحثي الدعامي المندس قاعد الصباح. تفضل يا محمد خليفه في شنو؟ يعني الليله الجيش وقت يشتغل محمد خليفه قاعد حدد. لا 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 يا اخي انت كاهن، انت حي يا اخي. انت ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ يا اخي في مضادات بتاع دعم سريع ما حسب. صواريخ بتتفك من دعامه قاعدين جوا الاحياء بتاعت ما حسب. يا دعم سريع انتوا الليله عندكم ارتكازات. انت الكلام ده بدين الدعم السريع انه ما اشتغل. كلامك ده بدين الدعم السريع ما فك ولا طلقه حسب ان كل حقت الجيش. قال الليله التدوين في درمان كله من الجيش. الله اكبر، الله اكبر. محمد خليفه الله اله صغيرون مدور الكوكب مدور ام درمان. ده شغل بتاع كهنه كبار. تفضل يا محمد خليفه. قال منذ الصباح وحتى الان 22 غزيفه فوق رؤوسنا بجنوب ام درمان. قاعد وين الزول ده؟ قاعد في جنوب ام درمان. جات كم غزيفه؟ 22 غزيفه فوق راسه. هو الغزيفه تيجي مره فوق راسه، الغزيفه بس بتيجي مره فوق راسه. 22 غزيفه في جنوب ام درمان ما جلت، بس جات فوق راس الزول ده. الزول ده عليك الله ما راسه كبير. دي ما 52 و6 من 10، دي 98 عديل، دي ما 50. انت بتخش طب اسنان وصيدله وبيطر جامعه الخرطوم. قال كل ال 22 غزيفه مرت فوق راسه. يا احمد خليفه الغزافه دي جايه من وين؟ قال من سلاح المهندسين. يا اخوانا ده شغل اله. لا 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 ده قاعد في جنوب ام درمان عرف انه الغزايف 22 وطالع من منو؟ من الجيش. وجايه من وين؟ جايه من سلاح المهندسين. يا اخي ده يمكن فيها من كرري. قال لا يا محمد خليفه الله. يا اخي الشغل ده ممكن جاي من الكوبري بتاع شمبات. قال لا محمد خليفه الله. قال خلاص انتهى الموضوع. حددني 22 غزيفه جات فوق بس راسه هو، بس راسه هو، راس محمد خليفه ده. لا لا لا. قال التدوين من سلاح المهندسين نحو مواقع وارتكازات ميليشيا الدعم السريع. يا حرام انا والله تاثرت ترى.
قسما بالله يا عيال تاثرت، انا حشرب مويه انا ضرب. اخوانا انا قاعد افقد في اكسجين عديل. قال يا اخي التدوين من سلاح المهندسين، و22 غزيفه في جنوب ام درمان. نحو وين؟ نحو وين يا احمد خليفه يا خليفه الله؟ تفضل. قال نحو مواقع وارتكازات ميليشيا الدعم السريع. الله 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 الله. الدعم السريع ما عمل اي حاجه، مساكين كانوا قاعدين في نقاطهم اللي حددتها لهم اتفاقيه جوبا، ولا قاعدين يعملوا في حاجه، قاعدين ياكلوا ويشربوا. جاتهم 22 غزيفه من المهندسين، سلاح المهندسين من القوات المسلحه، مرت فوق راسه القاعد في جنوب ام درمان. مشت وين؟ بعد ما تصل فوق راسه بتمشي بعد ذاك الارتكاز بتاع الدعم السريع شمال ولا جنوب؟ هو اللي بيحدد لها المسارات. اول حاجه لازم تيجي دانه تتمم عنده، تقول له انا والله فكوني من سلاح المهندسين يا احمد خليفه، اي طلبات؟ يقول لها خلاص امشي الارتكاز ذاك هناك وقت البشير سودة عامه قاعدين مساكين بيطبخوا ما بيعملوا الحياه الدعم السريع. لا 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 ابو ميتين ام الخيانه ذاته. يا اخي ده شغل بختلف يا اخوان، شغل بختلف. لا 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 ما تخليك انتوا حددتوها مع الخيانه. اذا انتوا عملتوا ليفل جديد. لا 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 لا. المره الوحيده اللي ذكر فيها الدعم السريع ذكروا بالتاثر، قال الغزايف جت مره فوق راسه اول حاجه كلها مشت في ام درمان، بعدين اتوزعت وين؟ شوف سبحان الله، الغزيفه اول حاجه تيجي تتم ده كلام كاتبه في صفحته كده، كاتب منذ الصباح وحتى الان 22 غزيفه فوق رؤوسنا بجنوب ام درمان. حدد بعدين عمل شوله، قال التدوين من سلاح المهندسين نحو مواقع وارتكازات ميليشيا الدعم السريع. الله اكبر. شفت الكلام؟ والله يا اخوانا ما في زياده، ده كلامه كده. بعدها عمل شوله، ولكن بعض الغزائف سقطت فوق منازل المواطنين في مربع 15 و19 و21، 3 مربعات، الفاصل بين المربع والمربع 5 كيلو. محمد خليفه الله قام شافهم، شاف انه في غزائف من كده. عندنا كم؟ عندنا 22 غزيفه وقعت منهم في بيوت المواطنين في مربع 15 و19 و21، كل مربع من الثاني بيفرق كم؟ 5 كيلو. هو قاعد في جنوب ام درمان عرف الاله محمد خليفه شافها انها وقعت في 15 و19 و21. الهي. طيب وفي البنك العقاري ده موضوع ما له علاقه بجنوب ام درمان ثاني. البنك العقاري ده موضوع براو، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى. ما حدد لنا الشهداء وقعوا من وين، ما قال من الدعم السريع. يبقى شنو؟ قصد المواطنين. حريف انت والله كاهن كبير. ادان الدعم ادان القوات المسلحه لهم الرحمه والمغفره. طيب ما ورانا الدعم السريع حصل